اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جدير سبورتس في كل مكان واكونت جدير 97 على التيك توك والانستجرام. طبعا الخبر ده يهم جماهير نادي الزمالك بشكل خصوصي، وهو ان مدير فني الزمالك استقرت عليه الاداره هو هيكون هيرليتش، هو مدير فني المانيا، مدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ ومنتخب الشباب الالماني. مدير الفني هيجي معاه مدرب عام وهيجي معاه محلل اداء، ويكون الجهاز المكون من عبد الواحد السيد كمدير كوره وعبد المنصف مدرب حراس المرمى واحمد مجدي كمدرب مساعد. ده بالنسبه للمدير الفني وتفاصيل الخاصه بالجهاز المعاون معاه، وده كل ما يخص المدير الفني. المدير الفني عنده يعني سيره ذاتيه قويه جدا جدا، بيتمتع بانه الراجل ده بيهتم بالجزء البدني عالي قوي قوي، واتمنى ان شاء الله ان هو يوفق نادي الزمالك في الاختيار الافضل وان يكون اختيار موفق باذن الله. كان معكم محمد قضا الله، وانتظروا الافضل واقوى فتره الله ان شاء الله الفتره الجايه، وهنزل حلقه ان شاء الله بكره باذن الله هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا وما يخص بعقود عبد القادر وكل تفاصيل الدوري المصري والانديه